انتوا عارفين يا جماعه، انا قلبي بيبقى بيرقص كده لما بفتح التلاجة والاقي لحمه قدامي، بكون مش عارفه اعملها ايه ولا ايه، وبفكر اكلها نيه وخلاص. والنهارده بقى بالصدفه لقيت حتتين اللحمه دول وقلت انا لازم اعملهم بمزاج. فاول حاجه بقى قطعت اللحمه دي شرايح رفيعه كده، وابتديت ان انا احط عليها ميه بصل وتوابل هكتبها لكم تحت الفيديو، مع شويه زيت بقى يا جماعه، ومعلقه صغيره كده من السكر هتظبط الدنيا خالص. وطبعا قلبت كل ده مع بعضه عشان انا كنت بالليل ومستعجله جدا، فيا دوبك سبتها 8 ساعات ونص. وبعد بقى ما اللحمه عامت واسترخت في التتبيله، ابتديت ان انا اشوحها على نار عاليه وتقليبتين حلوين كده، وخلاص لما اتاكدت ان هي استوت نزلت البصل وبعدين الطماطم. وطبعا مش هنسى المكون السحري يا جماعه، شويه من البقدونس وكمان شويه نعناع بينقلوا الطعم في حته تانية. واكيد يا جماعه مش هنسى الطحينه عليها وهي بتستوي، لان ده بيفرق في الطعم. ولسوء حظي بقى يا جماعه، وما كنتش عامله حسابي ان انا هعمل شاورما لحمه، فكان عندي عيش بريوش مش عيش كايزر، وكمان كان عندي عيش لبناني، فقلت يعني ما يضرش هجرب الاتنين مع بعض. هو طبعا طلع طعمهم حلو، بس يا جماعه لا يعلى عن العيش الكايزر بتاعي. وعايزه اقول لكم بقى ان انا بالطريقه دي اقدر انافس بيها اي